حضرات النظارة والنظرات ربما مرحبا بكم، ونذكر اللي الثورة التونسية كانت ثورة الشباب. حبينا ربما اليوم نستضيفوا رمز من رموز الشباب دائما وابدا، ونذكروا كذلك اللي السنة الفارطة كانت هي السنة الدولية للشباب عفوا. إذا معنا اليوم شاب متميز ورمز من رموز الشباب، شباب الثورة، يدفق نشاطه أكثر من واد بجدة. مرحبا بك أيها الشاب المتميز. راني عامل برشا توا. والله ماشي فيها في السبور. لا توفيق اهلا يا سيدي. نحب نقول لك ونذكرك اللي انا الممثل الرسمي للشباب الثوره التونسيه، حبه من حبه وكرخه من كرخ، وكما يقول ابن واوا اللي يحب حكمه يزيد يخدم بده بالحديد. وكما تعرفوا بحيث انا مؤخرا كيف ريتوني قيدت في اتحاد الشغل في جي تي تي دي، وداير كما ريتوني في الشباك نتاع ساحه محمد علي، ومن غادي باش تبدا بحولها مسيرتي السياسيه. مازلت في مقتبل العمر شوف منها الدنيا، مازلت صغير. هاي خليك مانا دريجين، خلينا نمشي نشد الجماعه في طرح بلاي كيف من الشباك ارميلك حالي. جي تي تي ولات كيف داري. شكون كان يقول اللي جيت تنين تولي كيما داري. ودائما مازلنا في تونس ينتظم في الدوحة مؤتمر أصدقاء بوسالم تضامنا مع الفيضانات اللي شهدتها بوسالم، وتشهد مشاركة عديد الأحزاب. ومعنا الشيخ المؤقر راشد الغنوشي. مرحبا بك الشيخ راشد، شنو تعريجك على هذا المؤتمر؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا سعيد جدا بوجودي في الدوحة، والحمد لله. يعني أشكر الدوحة التي اغتنمت هذه الفرصة وقامت بهذا المؤتمر الضيق جدا، وتضامنت مع أهالي بوسالم بعد هطول الغيث النافع جدا. وبما أن بوسالم أصبحت جزيرة بعد الفيضانات، أغتنم هذه الفرصة من جديد لأحيي قناة الجزيرة شريكتنا في الثورة وفي الحكومة. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك الشيخ المؤقر راشد الغنوشي. وكذلك حزب افاق باش يكون حاضر في مؤتمر اصدقاء بوسالم، نظم قافله. اش فيها قافله هذه؟ مآكل ملابس او ما عندهم شيء باش يخرجوا مثنيه. هات خلينا نسالوا الاخت باميلا عن حزب افاق اش عندهم في القافله هذه. Merci Tawfiq, mais d'abord حبيت نقول لك ماهيش قافلة، c'est une caravane. En plus حبيت نقول اللي احنا متضامنين برشا مع بو سالم، سورتو اللي احنا ديما ناخذوا الكلاس من عند ولد سالم في المرسى، واحنا ماشيين باش ننظموا اول بطولة نتاع جيت سكي في تونس. شكرا لك اخت باميلا عن حزب افاق. وكما يقول المثل يجيك سكي يا غفل. غرات نواصلوا كذلك مع مشارك اخر في مؤتمر اصدقاء بوسالم. لو كان يسمحوا الزملاء في الحافله يبعثوا لنا الصوره. شكون؟ سي حمدي. سي حمدي لو كان تفسر لنا يا اخي ايش تعمل مع جماعه في مؤتمر اصدقاء بوسالم؟ والله كما تعرف اهالي بوسالم هم من ضحايا فيضان السد، وانا جيت لهنا خاطرني كذلك من ضحايا السد القطري. واضح. واضح سي حمدي. لكن كذلك اللي سأل أن يسأل، مش هذه ربما نفس الحركة اللي يقوم بها اللاعب أسامة الدراجي بعد تسجيل كل هدف؟ والله ما هو انا في بالي الوليد الدراجي يرضع في صبعه بعد العمله الاخرى اللي عملها لي، طلعت انا اللي نرضع في صبعي.